السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أجمل وأسهل طريقة لمخلل الخيار اللي ينفع جنب أي أكلة، وكمان مدة تخليله يومين اتنين وبس هيبقى جاهز معانا. يلا بينا نبدأ الوصفة. هنجيب كيلو من الخيار يكون صغير وحجمه زي ما انتوا شفتوا كده، غسلته ونشفته كويس. جبت برطمان زجاجي معقم، البرطمان ده بياخد حوالي لترين من المية، وهحط فيه الخيار بالشكل الطولي ده علشان ما ياخدش مساحة. حطيت دلوقتي 3 ورقات من اللورة، وحطيت معلقة كبيرة من الكمون حصى، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الكزبرة، ومعلقة كبيرة مليانة من السكر. والسكر ده هو اللي بيدي المخلل بتاعنا قرشة جميلة وطعم حلو جدا، وعود من القرفة. جبت معايا 4 كوبايات من المية، وحطيت فيهم ربع كوباية من الخل، و3 معالق مليانة من الملح الخشن. والمية بتاعتنا دي بتكون مغلية ومتبردة قبل ما بنحطها على المخلل بتاعنا، لازم تكون كده علشان يفضل محفوظ معانا وقت طويل. احط 3 فصوص من الثوم، وده بيدي طعم حلو جدا، وغطيته باكياس بلاستيك او بلاستيك راب، وبعدين هقفل عليه. وبعد يومين اتنين هفتح بقى كده، وهتشوفوا الجمال بقى. طعمه حلو جدا وريحته حلوة جدا جدا. بعد ما بنفتح عليه يفضل طبعا ان هو يتحفظ في التلاجة، لكن مدة التخليل دي بيبقى في مكان ضلمة، ويكون مكان كده ما فيهوش اي تيار هوا. بصوا بقى القرمشة بتاعته واللون حلو جدا، ان شاء الله تجربوه يعجبكم.